أول كرة ترشيحية ستكون من نصيب المنتخب الجزائري. التنفيذ يأتي من جانب مارين دافور عميدة المنتخب لاعبة بريستول سيتي اف سي الإنجليزي. أول ضربة ترجيحية خديجة الربيشي والهدف الأول. إذا 1-1 عميدة المنتخب الجزائري تفتتح التسجيل في هذه المقابلة. مارين دافور المحترفة في الديار الإنجليزية اختارت تنفيذ الكرة في جهة، الحارسة في جهة، إذا تمنح معنويات للاعبات المنتخب الجزائري. الآن الانتقال صوب لاعبات المنتخب الوطني المغربي. زينب الرضواني تتقدم بهدوء وجها لوجه مع الحارسة شوي يمينة نغازي حارسة مرمى مونبولييه الفرنسي والمنتخب الجزائري. زينب الرضواني الآن، زينب الرضواني تتقدم، تسدد وتضيع أول ضربة ترجيحية للمنتخب الوطني المغربي. زينب الرضواني اختارت الجهة اليمنى للحارسة نغازي، لم تتمكن من زيارة الشباك. واحد مقابل شيء حتى الآن. لدينا ضربة ترجيحية ثانية للمنتخب الجزائري. ضربة ترجيحية ثانية للمنتخب الجزائري. خديجة الربيشي، نتابع هذه الكرة وإلى خارج رقعة الملعب. تضيع هذه الكرة من جانب لاعبة المنتخب الجزائري. نشاهد هنا خديجة الربيشي في جهة والكرة بعيدة عن المرمى. أميرة، إذن أميرة حارسة مرمى المنتخب الجزائري نغازي أمام نقاش. إيلودي نال النقاش. تركيز، تتقدم، تسدد والكرة في الشباك. 1-1 الآن. تعديل الكفة وتسجيل الهدف. كرة في الشباك. شوف الطريقة اللي جات من خلال هذه الكرة. واحد مقابل واحد. إذن سنتابع ضربة ترجيحية ثالثة. يلا خديجة، يلا ربيشي، هذه المحاولة تسدد والكرة في الشباك. لدينا الهدف الثاني للمنتخب الجزائري. لعبت هذه الكرة بهذا الشكل مباشرة للمرمى. التنفيذ يأتي بهذه الكيفية. صوفيا خالد. إذن سنتابع الآن الضربة الترجيحية الثالثة ومحاولة التعديل الآن. تركيز رانيا بوطيبي لاعبة بروج البلجيكي.
بوطيبي تتقدم الآن والكرة في الشباك. هدف ثاني للمنتخب الوطني المغربي. هدف يجي بهذه الكيفية، رجل يسرى ساحرة جيدة. في شباك الحارسة مكازي. لاحظوا طريقة التنفيذ كانت جيدة صراحة. يلا كرة أخرى أيضا سنتابع الآن ضمن هذه السلسلة الترجيحية، هدفا لكل منتخب. ولدينا الآن كرة الرابعة، محاولة جزائرية ومباشرة إلى خارج نقاط الملعب. ممتاز، خديجة تتصدى لهذه الكرة، لم تتجاوز خط المرمى. تألق خديجة رميشي بشكل رائع، اصطدمت بالعارضة الأفقية وبعد ذلك خارج المرمى. شوف تألق الحارسة خديجة رميشي كيف أتى بهذا الشكل بهذا الأسلوب، وبالتالي تمنحنا فرصة التقدم الآن. يلا كرة لصالح المنتخب الوطني المغربي، كرة التقدم. تركيز، انتظار، هدوء. كرة تضيع. إذا تتمكن حارس مرمى المنتخب الجزائري مكازي يابينا كلوي. شوفوا لنا الطريقة اللي جات من خلالها تسديدة ديال لاعبة المنتخب الوطني المغربي شيماء مرتجي إلى كرة مباشرة، أو لنقول على أنها مباشرة صوب الحارسة. على أي 2 مقابل 2. لدينا الآن الضربة الترجيحية الخامسة، ضربة الترجيحية الخامسة، وخديجة رميشي تراقب ما يحدث. التصدي سيكون مهم جدا في الطريق نحو المركز الثالث. إذن كرة للمنتخب الجزائري عن طريق اللاعبة إيناس بلومو. تتقدم إيناس تسدد والكرة في المرمى. ثالث أهداف المنتخب الجزائري الآن 3 مقابل 2. شوفوا الطريقة اللي جات من خلال هذه الكرة. إذا لدينا الآن تقدم للمنتخب الجزائري. هذه ضربة ترجيحية مهمة جدا من نجاة بدري. التسجيل يعني استمرار ضربة ترجيحية لكل منتخب. نجاة بدري الضربة الترجيحية الخامسة للمنتخب الوطني المغربي. الصافرة تأتي من الحكم الكينيا. نجاة بدري تتقدم الآن، تسدد وترتطم الكرة بالعارضة الأفقية، وبالتالي المنتخب الجزائري يظفر بالمركز الثالث في هذه كأس الأمم الأفريقية المغرب 2026 في لقاء حسب بضربات الترجيح. تابع هنا الإعادة لهذه الضربة الترجيحية من جانب نجاة بدري. تسديدة قوية في العارضة الأفقية
المنتخب الجزائري يظفر بالمركز الثالث في هذه كأس الأمم الأفريقية المغرب 2026 في لقاء حسب بضربات الترجيح. تابع هنا الإعادة لهذه الضربة الترجيحية من جانب نجاة بدري.